بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لكم بسرعة الأسعار وبعدين نتكلم في موضوع الفيديو. البطاطس الكرة 4.5 5، السلانة 5 وربع 5 ونص، التايسون 6 ونص 7، زبونتا المنصورة أرض سمرة 5 ونص 6، وزبونتات الجبل البحيرة من 3 ونص ل5 جنيه. ده بالنسبة للبطاطس. برضو احنا شايفين أنواع كتيرة من البطاطس في السوق اهي قدامنا، وهنرجع مرة تانية برضو نتكلم على البطاطس. بالنسبة للبصل، البصل المقور من 5 ل5 ونص، والفتيل من 6 ونص ل7. بصل سوهاج السبعيني الأحجام الكبيرة، بصل محلات الكشري والتخزين والتصدير ب8 جنيه. والبصل الأحمر من 13 ل 15. في ارتفاع طبعا في البصل الأحمر، بالرغم ان المقور والفتيل كتير في السوق، لكن البصل الأحمر وبعض المحافظات بتستخدم البصل الأحمر أكتر من غيرها. يعني الصعيد دايما بتلاقيه بيستخدم بصل أبيض، ولما بيخلص البصل الأبيض وتبتدي الصعيد تاخد من البصل الأحمر، وهو ده اللي بيحصل في الوقت الحالي، تبص تلاقي طبعا الأحمر بيبقى المعروض منه قليل وأسعاره بتزيد. وده ممكن يكون واحد من الأسباب، لأن في أسباب تانية لسوق خارجي بالنسبة للبصل الأحمر في الفترة الأخيرة، يعني من عند ربنا كده في آخر الموسم. كده حضراتكم احنا بنتفرج اهو على البصل المقور، وزي ما انتم عارفين البصل المقور ده طريقة زراعة. قلت لحضراتكم الكلام ده قبل كده في فيديوهات الأولانية، واحنا في قناة الجديد في سوق العبور. ده الفتيل يا جماعة، وبفرق لكم بين شكل البصل الفتيل اللي بوزها مقفول من فوق وما فيهاش العرش الكبير، والورق بتاعها مظبوط، واللفايف بتاعتها وما بتوصلش للأحجام الكبيرة بتاعت البصل المقور. التوم ابتدى يكبر في السوق وابتدى يكبر في الأرض، لكن الناس طبعا كلنا منشغلين بالخضار والكرنب والكوسة، ويعني سفرة المحشي في الأسبوع الأولاني من رمضان. وده برضو اللي أنا بنبه عليه، إن يعني 15 يوم 20 يوم في رمضان نبتدي نشيل توم للخزين، لان توم الفرم ده ممكن كمان يخلص كمان اسبوع 10 ايام وينزل توم الخزين. بعد رمضان هنلاقيه نشف في السوق، وهنيجي نشتري منه وهنلاقي اسعاره غاليه. يعني مش عايزين نسبق الاحداث ونقول غاليه لغايه كام، لكن هو ده اللي بيحصل كل سنه. لما بنيجي نتكلم على بطاطس فيها خضار من النوع ده، نخلي بالكم يا جماعه، الخضار ده مش كويس للصحه. حتى لو احنا قلنا نشيله بالسكينة، لا، احنا نشيل تنبيت، نشيل لون بني. حتى العفن البني ما هواش خطير زي الخضار اللي في البطاطس. كده حضراتكم احنا اتكلمنا على البطاطس والبصل والثوم. نتكلم على الطماطم. الطماطم ادي برنيكتين قدامنا، قفص خشب بيشيل من 18 ل 20، وبرنيكة بلاستيك بتشيل اكتر من 22 23. عموما الطماطم من 50 ل 70، والغالي في الطماطم مش عشان ان هي البرنيكة الاكتر ال 23، لا، كمان ان طبعا طماطم المنيا خلصت من بدري. طماطم اسنا الجبل برضو اشتغل كتير وبيشطب، وابتدينا ندخل على طماطم اسماعيلية والشرقية وجناين السويس، والطماطم السلك اللي هي اصلا مكلفة في زراعتها بالنسبة للفلاح، وكمان جودتها عالية وبعيدة عن الأرض. في ربنا يعني إيه يعني اللهم يعني أرفع الوباء والغلاء كمان. فطبعا الوباء ده بيجي من إن الطماطم الأرض بتبقى قريبة للطين والسوس والكلام ده، فالطماطم طبعا السلك بتبقى بعيدة عن الأرض، وإن شاء الله بتبقى عرضتها للإصابة أقل بكتير، وربنا ما يجيب أي إصابة. البصل الأحمر أهو ب 13 15. التوم من 50 ل 60، التوم القديم. يعني احنا كنا معاكم في الفيديو ده واتكلمنا على المحاصيل الكبيرة اللي هي البصل والبطاطس والثوم. شكرا وإلى اللقاء.